عايزه اقول لكل بنت، انت بتختاري يا تكوني طماطمايه يا تكوني جوهره ثمينه. عايزه اقول لكم يعني تخيلوا كده، بازار فيه كم حاجات ذهب او الماظ موجود في السوق. كتير جدا بيعدوا قدام البازار، لكن قليل جدا اللي بيدخل ويشتري مثلا خاتم ولا بيشتري حاجه ان دي حاجه غاليه جدا جدا. لكن تخيلوا لو انا قدام جنب البازار ده عربيه طماطم، كم من الناس اللي بتقف على العربيه وتمسك الطماطمايه وتفعص فيها، تشوفها كويسه لا مش كويسه، وتفعص فيها كتير جدا كتير جدا جدا. انا بختار يا اما اكون طماطمايه كل اللي رايح واللي جاي يكون بيمسكني ويفعص فيا، يا اما انا بختار اكون جوهره ثمينه. عايز اقول لكم هي حقيقتنا، حقيقه كل واحده، انت جوهره ثمينه. ما تسمحيش لنفسك تكوني طماطمايه وتدخلي في علاقات كتير جدا جدا. عايز اقول لكم لما انا بدخل انا في علاقات كتير جدا انا بستنفذ جدا. حتى لو اقول انا مشاعري مش طاقه متجدده من نفسها. انا اوقات كتيره بسمع لانسى جدا المشاركه من واحده كانت داخله في دايره علاقات رهيبه جدا واتجوزت وعندها عيال. عايز اقول لكم هي بتقول لي انا حاليا مش مفيش مشاعر ناحيه عيالي ولا جوزي، انا حاسه نفسي استنزفت. عارفين لو كأن واحده واتمص دمها، اتمصت مشاعرها بشكل رهيب جدا. كم ال الاضرار اللي بتجيني من انا نتيجه بدخل في علاقات كتير جدا انا بتمص دمي. فكل واحده بتختار يا اما تكوني جوهره ثمينه. الحكيم قال ايه؟ قال امراه فاضله من يجدها فثمنها يفوق اللآلئ. انت لؤلؤه، انت ثمنك غالي جدا. ما ترخصيش نفسك في علاقات ودخول في علاقات بترخصي بيها نفسك جدا جدا. اللي عايزك ليكي باب يخبط عليه، لكن ادخل في شتات وفيديوهات وعلاقات تستنفذني وابقى عارفه ان هما بيتسلوا، يبقى انا كده برخص نفسي. يعني انا بساوي نفسي بالطماطم، كل اللي رايح واللي جاي عايز يتسلى. لكن لا، انت غاليه جدا، انت غاليه جدا، انت جوهره ثمينه. قولي لنفسك الكلام ده. كل ما تلاقي نفسك داخله في حتت مشاعرك هتبعد عنك، مش هتقدري تسيطري عليها، قولي لنفسك انا جوهره، انا تمني غالي جدا. اللي عايز يكون بيرتبط بيا ليا باب يتخبط عليه، ليا اهلي يدخلوا من ناحيته، لكن انا هستنفذ جدا في علاقات. عايز اقولك انت اكتر واحده خسرانه، انت بترخصي من نفسك.